السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى. بارك الله في علمك يا شيخ. وعلمك يا ربي، بارك الله فيه. لو سمحت يا شيخ، معلش عندي سؤال وأرجو من حضرتك بس تسمعني كده، إني أنا حاسة إن أنا عايشة في كابوس. أعوذ بالله. أنا زوجي يا شيخ للأسف كان بيسب الدين. أعوذ بالله. تمام. الكلام ده من مدة. ودلوقتي هو الحمد لله بيقول أنا تبت، وبيحلف لي إن هو تاب وكده. المشكلة في السنوات اللي فاتت دي يا شيخ، يعني أنا قريت فتوى الشيخ إن هو كده يعتبر إن هو لو ما تابش المفروض الزوج يتفرق عنه، ولو حب يرجع لها بعد ما يتوب يرجع لها بعقد جديد. يعني المفروض إن أنا حياتي كده حرام كانت معاه ولا إيه؟ أنا مش عارفة. لا ليست حرام، خلاص مش تاب الحمد لله. هو بيحلف لي إن هو تاب وإن هو مش هيسيب الدين تاني وخلاص، لكن أنا بتكلم عن يعني يا شيخ السنين اللي فاتت دي إيه الحكم؟ عشان أنا حاسة إن قلبي هيقف. لحظة، وهبي أنه كافر ورجع إلى الإسلام لا يلزم عقد جديد. بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام زينب صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة بأبي العاص بن الربيع، وكان كافرا ولم يكن نزل لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لما أسلمت أو عفوا لما هاجرت وافترقت وهي مسلمة، هو بعد ذلك أسلم ورجع إليها، لم يذكر عقد جديد. والصحابة عموم الصحابة ما آمنوا كلهم مع الزوجات في وقت واحد. يعني لا نستطيع أن نقول كل صحابي آمن في نفس التوقيت الذي آمنت فيه زوجته. تمام. ولم يرد في حالة واحدة أنهم جددوا العقود. فهذا أنه كان كافرا، هذا أنه كان كافرا وتاب، رجعوا بالعقد القديم. تمام يا شيخ، ربنا يبارك. وجه العلماء قوية، يعني مش يعني ليس عليه إجماع، بس وجهة قوية للعلماء. تمام. الله يبارك فيك.